وطبعا انتهى احداث الشوط الاول بالتعادل الفادي 2-2. طبعا الميكروفون ينتقل الى المختلفيه كابتن شوقي حسن لكي يستكمل احداث الشوط الثاني من هذا اللقاء. كابتن شوقي حسن اليك الميكروفون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سيداتي المستمعين اهلا بكم ورحمه الله وبركاته. دائما ابدا الرحمه نطلبها من المولى جل وعلا طبعا في كل مناحي حياتنا. اولا نرسل برقيه تحيه واحترام وتقدير لكل ضيوف زار النهارده واثنين شهداء دار الكباتن المرحومين محمد الحسين الحفري وسيد احمد الحسين رحمه الله عليهما. حكام كرام نعود كما بدا الكابتن عادل يوفوقه احداث الشوط الاول. تم الروس وقد تقدم على مشيئة نيفال بهدفين مقابل 0 خبرة المشيئة وقد عادت من بعيد جدا قبل نهاية الشوط الاول بهدفي التعادل في اوقات متميزه جدا. كان تقدم كشري والسيد ناصر في طلب الروس ثم تعادل محمد سيد وماهر عبد اللطيف في المشهد. النهارده عندك بدايه طبعا زي ما شفت حضراتكم نجم خلاص ونجم نجوم كابتن ابراهيم حسن واحد من علامات الكره الحقيقيه في الكره المصريه والشرقيه وتحديد التوقيت ابن المشيئه وايضا معه ضيف الدوري الكبير النجم الكبير طبعا ونجم الدوري الممتاز النجم خلوق ايضا كابتن احمد صايبي محاول بك نجم ان شاء الله حضور طيب جدا لنجمين كبيرين امام جمهور المشيئه وامام لقاء مهم جدا في نهايه التمهيد الاول لدوري الشهداء فتح العمر. كل شكر والتقدير كابتن ولاد يوسف رئيس لجنه المنظمه. ان شاء الله من ذاكر ينطلق او تنطلق ينبدو ال 16 في هذه البطوله يومين طبعا في 4 لقاءات في اليوم الواحد يبقى كده سبت واحد يوم بلاد عالم 16 وان شاء الله بعد كده يتم ترحيل او توزيع المباريات حتى اللقاء الختامي باذن الله. بطوله زي ما قال طبعا كابتن اياد واللجنه المنظمه كابتن احمد فوزي تبديله مدير الملعب البطوله تحت رعايه الاستاذ الدكتور في الحليم العربي مرشح شباب مجلس النواب. ايضا النهارده لقاء تحكيمي اول في هذه الدوره الكابتن محمود صبحي المعلق الرياضي المعروف تماما ويعني من خلال خبراته مع الكوره بيدير احداث هذه اللقاء. ان شاء الله نتمنى له التوفيق في اداره الشوط الثاني من اللقاء. تم الرئيس المنشيه ما شاء الله يعني زي نهائي كاس العالم هو بالظبط في ارض الملعب. مانشستر الالمانيه طبعا جزئي او على تل الروس وطبعا رئيس الطاوله في الارجنتين في المنشيه. يعني شغل عالمي متميز جدا. دي رساله مهمه من لاعبي الفريقين الى الفرق التي تهوى حد الغسيل، الى الفرق التي تهوى انه ينزلوا كل واحد يشارك والله كابتن وطبعا مهم يعني يا ريت شايفين حضرتك في الملعب شكله حلو والفريقين يعني حتى لو في لاعب او اثنين في كل فريق يعني مستواه الفني قليل رايح تايه الزحمه من شخص من الفورم عايزين واحد حاجه حلوه خالص. فان شاء الله بنشكر على الفريقين يتمنى انه الفرق تحظى حاجه تم بالرؤوس والمشي. لكن عبد الله المهاجم القادم للكره في طلب الروس او النيو سكورر طبعا نجم الكابتن ابراهيم حسن نجم ابراهيم حسن هذا تصوير حلو من يوسف لكن تاخذ بدون قاره وزيد وبره الملعب كده ركني. كان الكابتن صالح ابو خيشه هو نائب رئيس لجنه منظمه دوره حماده الكبرى وعضو مجلس الاداره في مركز شباب سياره وحكم هذه الدوره الاول. كان يعني من ضمن المتعاطفين مع طاهر وزير في دوره حماده اللي انتهت من 10 15 يوم كده تقريبا. وكان يعني هو مرشح فوق العاده ان يكون احسن حارس مرمى في الدورين لان هناك طبعا بعض الاصوات نابت في النهائي او في النهايه راحت لحارس ثاني. النهارده لا يقلل من شان طاهر وزير كحارس كبير. حتى احمد السيد يعني اللي بنسميه احمد سيد تبديل النوير الجول كيبر طبعا بتاع البايرن وبتاع منتخب مانشستر منتخب المانيا احمد سيد اهوت. حط عند يوسف محمد على الجمهور محمد سيد شقيق احمد سيد حارس المرمى وبهاء فوزي وبهاء عنه واحنا عند يوسف هذا تمام يوسف بس حطها كعب لزمانه ويلا كان يوسف عبد الله حلو الكوشري شريفه حلو في العمق الفاتح جماعه على الياسر وخطير على الدوره. لكن احمد سيد قبل ما توصل للسيد نصر
ياسر عبد الله برضه نار فتح عويس وحضر كانت ثالثه تسويله كده احمد السيد على طول عن طريق الكابتن احمد ابو زيد مع فريق تلميذ خارج الملعب وايضا كمان اللي ده عشان الكره الاول خطيره لكن طاهر مره واثنين كده ظبطها طاهر ابو زيد كابتن ايهاب بيقول مباراه ماشيه بروح جميله جدا ان شاء الله تنال التوفيق لهذه الفريقين وطبعا مفيش اي مشكله في اللقاء ولان الفريقين اصدقاء طبعا واحباء وبيعتذر طبعا ياسر ومحمد العربي بلع الحاجات بتاعه طبعا مفيش مشكله يعني محمد العربي ما كانش يقصد يعني هو بيوري الكابتن محمود الحذاء لكن هي يعني اشاره يعني خالد التوفيق فيها بقول مصطفى عشان يصبر اعتبارها لو ارض اللقاء على شاركها مفيش مشكله كابتن هو بيقول له خلي بالك يعني انت كده يعني قد تؤخذ على محمد العربي فيما بعد انه اشار بالحذاء كده لكن هو ما يقصدش يعني هو بيقول ان الحكم الحذاء بتاعت خلع او الراجل الثاني تسبب في خلع الحذاء فمفيش اي مشكله ايضا الكابتن ايهاب بيفكر انه اللاعبين يخلي بالهم الطرد هنا هيأثر في 16 الطرد في هذا اللقاء والكابتن الاحمر هنا هيأثر في 16 يعني هيوقف لقاء قادم سواء بين اللاعبين الفريقين خلي بالكم ادي الاول كوشري مش ابراهيم حسن احسن ماهر عبد اللطيف اسم كبير جدا طبعا ماهر كمان مفيش كلام ابراهيم حسن وابراهيم حسن ده بيلتف كوره يعني بيلتف باللغه العاميه كده بيلتف كوره يعني مرتين ثلاثه احيانا الثلاث بيلتف له واحد بيلتف الكره المصريه الشرقيه والمعقول ابراهيم حسن والرحاله في الانديه هذه كره هتحصل كده هجمه توصل عند العربي لكن سهل عند طاهر ابو زيد مقطوعه كوشري وجنب كده حاول تسلل فلوس من ناحيه الباك اليمين قاطع وش ورا العاطف بعيد عاطف يعلق واحده تغيير اتجاهات كده الملعب سعد ناصر طبعا كابتن ابراهيم شريف ومحمود ناجي ومصطفى صبحي يعني ايضا لاعبين ومرافقين للفريق خارج الملعب ابراهيم حسن وكره طبعا من طاهر ابو زيد لكن ترجع تاني عند يوسف محمد المهم هي فايده وهي تصوير تمشي عرض الملعب لكن بره ركب تأمار ما لمصلحه تامر فلوس عادي بعيد سيد نصر بيزك مهاره عاليه جدا يا ولد لفتحي احمد كوشري على مالك الزحمه رايح وتوصل لفتحي عويس في فاول ركب حر عبد الكرام محمد سيد يوسف وابراهيم حسن محمد العربي عند يوسف ابراهيم حسن يرجع بيها ورا وبهاء فوزي وابراهيم حسن ثاني وواحده ثانيه ياسر عبد الله طلع لياسر حطها على جنب ناحيه اليمين حب ساعتها كوره قويه لكن طاهر ابو زيد يا ولد يطلع في توقيت كمان ويخلص يتمرن الملعب كورنر محمد سمير الجول كيبر معروف سمير القطعه جوه هو ساعد الحكم مع الكابتن محمود صبحي كده مع الثاني على الخط كده وهذه الكره العرضيه طاهر ابو زيد يعني نسعد بوجود كابتن احمد صهيبي نجم الكره طبعا معروف مفيش كلام ويعني وجوده في ارض الملعب يعني شيء مهم جدا النهارده مع اللجنه المنظمه ومع النجوم واللاعبين ادي كره محمد سيد توصل عند ابراهيم حسن راجع سيد نصر يعمل كفر متقطع على طول الكره حطها عرضيه لكن عاطف عيد في الاوت ويبدو لمس جد وانذار لعاطف عيد كارت اصفر لعاطف عيد احباب الكرام مدافع سله هروب وحوار كده حول الكوره ابراهيم حسن على الفاول هذه الكرة تصطدم على طول في الزحمة ويكون الثاني يوسف لكن يضغط فتحي وسام فتحي والعبة بتاعي كده مقطوعة في السكة تنزل عند سيد نصر وسيد نصر عاطف عيد وعاطف يبحث عن يعني
صار كده حطها قدام وتصلها تصلي وصار الملعب كله اوت من المشاهد ناحيه الشمال وتعادل ايجابي ما بين فريقين احبائي الكرام. هذه كرة تنزل عند ابراهيم حسن يوسف طلع لها فوز وبقى ليوسف لابراهيم حسن الشمال رمزها لمحمد سيدك الاضافه مع ياسر عبد الله في ناحيه ياسر لطلع هروس ناحيه اليمين ياسر عبد الله لفتحي اويس طبعا كابتن محمود صبحي هو اللي وصل لمكان الكوره ورجعها فاول عكس كده للمشيه. ادي محمد سيد ورا هناك ابراهيم حسن للعربي يوسف لبهاء فوزي. ادي بهاء واحده والثانيه عند العربي. العربي هتشوف القصه كده مع التشكيله المشيه. ادي ابراهيم حسن وكره تطول لكن بره الملعب تبقى رامي التوازن اللي مشيتها بقى في الملعب من ناحيه اليمين. النهارده في يعني بعثه كده جمهور ورا فريق كماشين مهان طبعا اقرب الفرق اللي ظهر الملعب طبعا بعد كاف حضانه. ادي طاهر ابو زيد وطاهر بيض على طول لاستاذ نصر ولما كنت سيد عطاري فتحي جنب كشري ما خدش المساحه عطاها لكن فاضي حلوه ياسر عبد الله بيتحرك من غير كوره تمام وطريق سحب يا ولد وكتر كوره تسرع عند يوسف. ادي يوسف راح لعاطف عطاها ياسر عبد الله ابراهيم حسن وابراهيم قبل ياسر عبد الله وابراهيم واحده والثانيه ضم على ياسر ورماها ياسر وراحت عليه خطيره لكن تنزل عند العربي والعربي ثاني في الزحمه كشري خطيره لكن بهاء فوزي بهاء ويطلع ياسر عبد الله او لمصلحه التيم المنشيه. استلم ابراهيم حسن للعربي وقطع كوره ياسر عبد الله ويعكسها حلوه يا ولد لكوشري ناحيه الشمال لكن تطول وعرض لك كوشري وتطول وبره الملعب كده ركله مرمى التيم المنشيه. وتشوف لبنان مسقط راس النجم الكره ابراهيم حسن كمان طلع معهم ويشارك معهم. ادي كوشري طبعا فريق تطلب ادي ياسر وتصوير الجار الخالي الايمن والحارس احمد سيد وركله مرمى التيم المنشيه مع احمد شفيق ومحمد سيد ومحمد يعقوب عبد ابراهيم حسن طريقه ومعاه ياسر وحطها تفوز محمد عند يوسف يسندها كده يوسف ابراهيم حسن تاني رايحين منطقه خطيره لكن واخدها محمد سيد حته وفاتي كده وبره الملعب كده كورنر. ادي كوره ايضا كانت منتهى الخطوره رايحه محمد سيد امام المرمى تماما لكن ما كانش موفق كده الصراحه يعني حق يقال وكده ركله مره فتحي ويس على جنب لعاطف لفتحي تاني. فتحي سيد نصر يعني خدها عرضيه كده لورا كان ممكن ينزل على صدره يقابل كورته على نار لكن يعني اللعب في دماغه 30 شكل على الكوره. وادي لعبه محمد سيد الثاني الثالث ابراهيم حسن المره دي نماذج محمد سيد ابراهيم ورا يوسف مطلع فتحي اويس واخد فتحي من محمد سيد ده يعترض وده يعترض ولا ده عاجبه ولا ده عاجبه يعني هو اللعيب كده يعني في كل الفرق في كل الانديه في كل العالم يعني قرارات حكام ما تعجبش حد ابدا. ادي فتحي اويس 10 سنت كده داخله بالمساحه كده حلوه عند كوشري وكوشري عندنا خطيره في الكونتر قال الثاني وياخد اوت سلامها بهاء طلع فلوس كوشري فتحي اويس وعن شاط نص منه شمال خطيره لكن الفاول بقى بهاء فاول شتتها في الاوت طلع فلوس طبعا يعني كان في هجمه مرتده خطيره كده فتحي اويس فتحي شال عند سيد نصر على سيد وسيد وتصوير ياسر عبد الله حلوه مشروع مهاجم قادم كده الولد يعني صاعد واحد وكان واخد اهداف في اكثر من بطوله خاصه على مستوى الشباب بعد كده الكره خطيره يا ابراهيم حسن مش ممكن وضغطك يا سيد القائم الايسر لاحمد سيد يصد الكوره ويطلع فيها في منتهى الخطوره وطلع ابو زيد هناك كمان يركز واحده من ابراهيم حسن يعني مجرد فتح
هجمه هنا وهجمه هنا. ادي كره فتحي عويس لما على ماله وسلمها حلو عند ياسر عبد الله جناح وياسر وطريقه لكن في فاول او راكب تمام حسن شايف كابتن محمود فتحي سيد ناصر لما كره واحده وثانيه وساعه واحده طويله سال عند احمد السيد احمد العربي يوسف لبهاء يوسف ورا لمحمد سيد بهاء ابراهيم حسن ناحيه اليمين وفوز يتحرك ويستلم بهاء طبعا يمكن يعني من العناصر الشابه معاهم وطبعا بيعتمدوا عليهم هو يجي على حساب طبعا ماهر على حساب يوسف على حساب ابراهيم حسن على حساب محمد سيد والكبار ده حتى ايضا ياسر عبد الله وفتحي يوسف بشري وتكون خطيره جدا يرجع ابراهيم حسن وطبعا ابو زيد على طول يتعامل مع الكوره ويطلع في الايه لكن هم الصفارتين دول اللي لخبطونا احنا شويه مع الايه احنا اعتقد ده كل كوره طبعا واحد بالنسبه للمنشيه هي جناح المنشيه المدافع القوي جدا كابتن سعيد الشبراوي واحد من النجوم يعني اصحاب الاخلاقيات العاليه في كره المنشيه بطولات طويله جدا وادي الايه التغيير المنشيه هذه كوره ليه ابراهيم حسن معرفش نفس واقفه ونفس شغاله حاجه غريبه اللقاء يعني محمد سليم بيشاور مثلث الروس اهو ومعرفش كابتن محمود ايضا بيشاور مثلث الروس اهو والمنشيه بتلعب الكوره يعني الحكم والمساعد بيشاوروا الاول مثلث الروس والمنشيه اللي بتلعب ولا حد فاهم اي حاجه في اي حاجه كلنا كده ولا المعلق ولا الحكم ولا اي حد. هذه كوره في الاول رامي التماس المره دي في بشري يبقى له منشيه واضحه كوره محمد سيد محمد سيد على واحده طويله يوسف عاطف على صدره وتصويبه من فتحي تبقى ركله المرمى لاحمد سيد احمد السيد على جنب كده يعني كانه عايز يوسف حطها له في الاول بيقول له راجل هات دي بقى كده الاول طبعا يوسف قال له لا مش جايبها فتبقى كده اوت اللي طلع يوسف عشان كده من نص الملعب من ناحيه شمال فتحي راجل فتحي بيقول له استاذ ناصر هات دي يعني المعين كوره يعرف ازاي يتحرك فين ويروح فين ويجي ازاي يعني المساحه اللي يتحرك ويركب ويجي مع الكوره مهم بيطالب ان يكون عندك اسلام كوشن على الشمال العرضيه سن الجزمه سن الجزمه واحد طبعا الناحيه الثانيه ناشفه الدقيقه 18 من الشوط الثاني زي دقيقتين رسمي على نهايه هذا الشوط وتعادل ايجابي ما بين كان الرئيس المصريه 2-2 او تسلم من ناحيه الشمال كابتن احمد عبد العزيز نجم الكوره طبعا ايضا واحد من النجوم اللي كانوا في الملعب تلتقط كده المشاهد ويتابع احداث هذا اللقاء طاهر ابو زيد تروح بالكوره للكوره ايضا موقف يعني متبادل ما بين عبد الحليم وطاهر ابو زيد كورنر المشية يوسف للعربي واوت يوسف كان على الاوت كان يكون مشية عبد الكرام وفتحي يوسف طلع اوت من يعني المواقف المهمة جدا في هذه الدورة طبعا لابد ان نشوف هنشوف كورة اول انطلاق فتحي يوسف يعني سلام داخل معانا العربي ومحمد سمير يدي اشاره ان في اوت لفتحي يوسف الجناح الايسر لفريق يتسلل فلوس من ناحيه الشمال الدقيقه الاخيره من الشوط الثاني لحضرتك الكرام كابتن محمود شاور دقيقتين وقت ضايع شاور دقيقتين وقت ضايع من زمن ما حداش الشوط الثاني والتعادل لا زال ايجابي بين الفريقين كشري وفاز ناصر كشري بيفكر يسدد حلوه يا ولد لكن بالدور القائم العنصر احمد سيد حارس مرمى تيم المنشيه بيلعب في الوقت الضايع من الشوط الثاني دقيقتين مشاهد من كابتن محمود صبحي ويعترض من ابراهيم حسن في الاوت فتحي لياسر
مقطوعه من ياسر. كان هذه المرتده لتيم مشيه بيتدخل عاطف عيد بحماس ويطلعها بره الملعب. او يوسف للثابت محمد سليم الثاني كان واقف كوشري مصاب استاذ ناصر يضغط على الكوره. راح الثاني للمشيه ويوسف وكوشري خلصها راح للسيد كوشري ومحمد سيد وضغط كوشري وهجمتين خطيره لكن محمد العرب هنا في نص الملعب وهنا بالعرضيه ايضا مش مضمونه. فتحي ويس وفتحي ويحطها ناحيه ياسر اليمين وياسر عبد الله وحطها لنفسه انطلاقه لياسر يحاول ويتدخل بهاء طارق وياخذ ركله المرمى بتوقع المشيه العربي لابراهيم حسن ويزحلق فتحي ويس بفريقه كده حماس بره الملعب. اوت للمشيه في الشوط الثاني وضايع هو العربي وابراهيم حسن ناحيه الشمال. ابراهيم واحده والثانيه بيفكر بحته فين وتصويبها لكن خارج رأس محمد سيد وشافها الكابتن محمود صبحي حكم اللقاء انتهى احداث الشوط الثاني والمباراه. تعادل 2-2 تقدم من الثالث ونصف بهدفين عن طريق قناه العقباء ظهرت اللطيف في المنشيه. اللقاء الاول باكر في دور 16 الساعه 4:15 نشيد جبان الف واكياد القبليه زي ما اخبرنا كابتن اياد يوسف اهوت. اللقاء الاول باكر الساعه 4:15 نشيد جبان الف واكياد القبليه. نشيد جبان الف واكياد القبليه الساعه 4:15 باكر اول لقاء دور 16. طبعا كابتن اياد بيفكر قبل ما يمشي فريق المنشيه طبعا يعرفوا التوقيت. وطبعا احبائي الكرام سعيد بلقاء حضراتكم من اسره اذاعه شباب الرياضه المعلقين عادل كوبا ومحدث المشاهد الحسن. ايه لقاء القادمه تقبلوا تحياتي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.